طيب لما مش هيبقى فيه هبوط السنه دي هنعمل ايه؟ انت عندك 18 فرقه، هيصعد لك كمان 3، فهيبقى عندك 21 فرقه، فهنلعب الموسم اللي جاي ب 21 فرقه. طب احنا مش كنا عاملين موسم استثنائي يا شباب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. احنا مش الموسم اللي احنا فيه ده كان موسم استثنائي علشان نتنيل نظبط الدوري، علشان احنا عندنا مشكله من بعد الكورونا في تلاحم الدوريات، وان الفرق بتشتكي وماتشات كتير، والفرق اللي بتشارك في افريقيا طالعان عينها وعين اللي جابوها وعين اللعيبه، فاحنا مش عارفين ندير 18 وعملنا موسم استثنائي ب 18 علشان نظبط بقى الدنيا. قال لك لا احنا هنكمل ب 21. سيبك من ان 21 ده رقم فردي اصلا، يعني مفيش دوري خلقه ربنا في العالم بيتلعب برقم فردي، بس ماشي عديها يعني، ما جاتش على دي، ما تبقاش ضيق. المهم يا باشا هنلعب ب 21 فرقه. هيبقى تقسيمتهم ازاي؟ ركز معايا بقى. قال لك يا باشا اول 7 فرق، يعني احنا هنلعب الدور الاول عادي جدا من 20 جوله في الدوري اللي جاي ان شاء الله، يعني لو عشنا وكان لنا عمر. هنلعب الدور الاول 20 فرقه او 20 جوله. بعد كده بعد الدور الاول هنعمل بقى نظام المجموعتين، نفس الفكره اللي احنا المنهببه اللي احنا عاملينها الموسم ده. هيبقى في 7 فرق بتنافس على المراكز المؤهله لافريقيا والدوري، وهيبقى في 14 فرقه بقى اللي هم الباقيين دول هينافسوا بقى ايه على الهبوط بقى والمراكز العاديه والحاجات دي كلها. فانت كده هتقسم الدوري 7 و14. امان امان. طيب ما تيجي تحسب معايا كده احنا هنلعب كام جوله بقى الموسم اللي جاي ان شاء الله؟ انت عندك الدور الاول 20 جوله صح كده، وهتلعب في الدور الثاني كام جوله؟ 13، يعني عندك 33 جوله. تاني لو تبص بقى، سيبك من الموسم الاستثنائي اللي احنا عاملينه، انت استثنائي مش زي الباقي. الموسم اللي فات والموسم اللي قبله والموسم اللي قبله احنا كنا كل الهلك ده وعملنا موسم استثنائي اصلا عشان الناس كلها بتشتكي ان الدوري 34 موسم. قوم سبحان الله يا مؤمن احنا هنلعبه الموسم اللي جاي بنظام استثنائي برضه 33 جوله. يعني احنا عاملين الهلك ده كله وعمالين نعملها كده ونعملها كده ونعملها كده علشان ايه؟ علشان جوله واحده، علشان نقلل الدوري بتاعنا من 34 جوله ل 35 جوله ل 33 جوله.